الله يرحمها. ومن بعدها ما بقتش أفتكره غير لما أسماء صديقتي الوحيدة تبعت لي رسالة وتقول لي: كل سنة وأنت طيبة يا أميرة، عيد ميلاد سعيد. وأنا كنت عندها في معمل التحاليل اللي بتشتغل فيه من فترة مش طويلة، لما طلبت مني وأنا بكلمها أروح أعمل شوية تحاليل علشان أطمن على نفسي، لأني كنت حاسة بإرهاق شديد ومالوش تفسير. مشيت من قدام النتيجة وبسيط في الساعة، كانت 10:30 الصبح. في الوقت ده استلمت رسالة على تليفوني، ولما فتحت الرسالة لقيتها من أسماء زي ما توقعت. كانت عبارة عن تهنئة بعيد الميلاد ومعاها صورة تورتة وشموع. وبعدها بعتت لي رسالة تانية تقول لي إنها هتزورني بالليل زي كل عيد ميلاد. رديت على رسالتها وشكرتها، وقولت لها إني منتظراها. وبعد